حفني استلم بقى دلوقتي بدون ضغط. حفني البينيه لستانلي لو لمس هوبا ضربه جزاء. ضربه جزاء بكل روح رياضيه جميله كده بيديها لستانلي، حاجه طبعا معنويه حلوه جدا من اللعيبه والروح الجميله اللي موجوده مع بعض. هو الراجل عايز يرفع من روحه المعنويه والراجل يجيب جول ستانلي. شفناه الهدف الرائع في مباراه الوداد، الهدف الثاني لنادي الزمالك كانت اتعملت ستانلي مصطفى عبد الستار. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن بقى، ده اسمه كلام. ضربه الجزاء الثانيه يعني في اقل من 27 دقيقه بيضيع ضربه جزاء ستانلي للمره الثانيه. نادي الزمالك النتيجه 1-0 للزمالك بهدف ايمن حفني، لكن حطها ضعيفه جدا وراح لها مصطفى عبد الستار، ضعيفه جدا من ستانلي. الراجل هنا كمان ده وقعت من ايده وكان ممكن يعمل ضربه جزاء ثانيه لو هنا خد رجل ستانلي، لكن كمل فيها ستانلي والله عشان يلحقها. لكن ضربه جزاء ثانيه، ضربتين جزاء في الشوط الاول.